لما تشوف فيديوهات هروب العجول وتسأل نفسك هو ليه العجول بتهرب، هتكتشف ان الموضوع اكبر من كده بكتير. ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب، وحنجاوب على سؤال صغير جدا وهو ليه العجول بتهرب. والمشاهد اللي بنشوفها مع كل عيد يقولك بص النطة دي، ولا اللي يقولك هنا ده اداله واحدة تريبل اي. وهنا مع المشاهد دي يا ابو خالو يتبادر لذهنك وتقول الله سبحان الله، هل الحيوانات دي عارفة انها تتذبح؟ اقولك عارفة. ده انا في الحلقة دي هغير تصورك نهائي عن ذكاء الحيوانات. انا هديلك بس 5 امثلة. اول مثال يا سيدي مع البقر، تعرفوا انه قبل واثناء الذبح الحيوانات بتتوتر؟ هتقول لي الله وهم عرفوا ازاي؟ اقول لك حطوا حساسات، لقوا انه معدل ضربات القلب بيزيد وبيحصل معها تغير في هرمونات الجسم. اخطر هرمون فيهم هو هرمون الادرينالين اللي لو افرز بكميات كبيره اللحمه تبوظ. تعال اقول لك ازاي. في عمليه الذبح الصح الجلايكوجين اللي في العضلات بيتحول لحاجه اسمها حمض اللاكتيك، اللاكتيك اسيد، وده ليه فايدتين. اول حاجه بيخلي اللحمه طريه وحلوه، تاني حاجه بيقلل من نمو البكتيريا عليها وبالتالي تعيش لفترات طويله. طب يحصل ايه لو الحيوان توتر قبل الذبح؟ اقول لك انه هيفرز هرمون ادرينالين كتير وبالتالي يستهلك الجلايكوجين اللي في العضلات. مفيش جلايكوجين مفيش لاكتيك اسيد، اللحمه تبقى ناشفه وتبوظ بسرعه. وده مصطلح يا ابو خالو في البقر والاغنام اسمه DFD، اللحمه الناشفه والغامقه. عشان كده الفترة اللي قبل الذبح مهم جدا نعتني بالحيوان ومشاعره، ناخد بالنا من اكله وشربه، الحرارة، الرطوبة، السفر. تخيلوا بيقول لك انه ما ينفعش الحيوان يسافر مسافة طويلة من بلد لبلد تانية ويتذبح على طول، على الاقل يريح يوم. وبذكر الذبح يا ابو خالو، بدل ما تقعد تشيل وتفرهد في الخروف لغايه ما تطلع بيه الدور الاخير، شغل دماغك، حط مرايه زي كده، هو بمجرد ما يشوف نفسه في المرايه هيطلع معاك لحد الدور الاخير. تخيلوا في مزارع بيعملوا سبا ومساج للحيوانات قبل ما يذبحوهم عشان اللحمه تبقى حلوه. ده في مزارع تانية كمان بيشربوا البقر بيره عشان يفتحوا شهيتهم. سمعك اللي بتقول سبا ومساج؟ انا بطالب يا ابو خالو ان انا اتعامل معامله البقر دي. ايه رأيك يا ابو خالو؟ بدأت تستشعر معايا كده ان الحيوانات بتحس وتفكر؟ اقول لك تعال نروح على المثال رقم 2. مين اللي بنضرب بيه مثال في الغباء؟ ايوه الحمار. تخيلوا في دراسة ما بين اسبانيا وامريكا في مجلة السلوك البيطري اكتشفت ايه؟ جاوبت على سؤال بسيط جدا، هل الحمار ذكي ولا غبي؟ وهي مقارنة ذكائه بالإنسان والآي كيو بتاعه، والنتيجة هنا كانت صادمة، الحمير ذكية. واكتشفوا كمان إنه الذكاء ما بين الحمير بيتفاوت من نوع للتاني زي البني آدمين. المثال رقم 3 هيوريك قد إيه الحيوانات لماحة جدا، عندها سرعة بديهة ومش بترضى بالظلم. عملوا تجربة ما بين 2 من القرود، وكانت التجربة عبارة عن إيه؟ أنت تديني الحجر وياخد الجايزة. الجايزة كانت عبارة عن خيار. كانوا الاتنين قرود بياخدوا الخيار وياكلوه مبسوطين جدا، وفي مرة واحدة ادوا واحد منهم خيار والتاني ادوله عنب كأكل أحسن. تعالوا نشوف عمل ايه. ايوه اديني الحجر وخد الخيار، وكلها زي الفل. القرد التاني اديني الحجر وخد العنب. بصوا على القرد الاولاني لمح التفرقة ازاي في المعاملة. في المرة التانية هات الحجر خد خيارة، دقها وهوب عمل كده واتضايق جدا. المثال الرابع لذاكرة الطيور الرهيبة، تعرفوا انه في طيور بتفتكر 10,000 مكان خبت فيه البذور بتاعتها عشان تاكلها بعدين. انا اعرف واحد صاحبي لو خبى حاجة ولا 2 يقعد طول الوقت يقولك اين اشياء. رقم 5 يا ابو خالو، انا مسميها القدرات الاستثنائية للحيوانات والطيور. عندك الخفاش مثلا عنده قدرة استثنائية اسمها الاستشعار بالصدى او الاستشعار الايكولوجي، بمعنى في ظلام حالك 100% يقدر يصيد وياكل اكله او يطير بدون ما يخبط في حاجة. بيعمل الكلام ده ازاي؟ بيطلع موجات عالية التردد، لما تخبط في عائق او اي حاجة ترجع، عنده ودان حساسة جدا تقدر تحذره من الحاجات دي، وبالتالي في ظلام تام 100% يقدر يطير بدون ما يخبط في حاجة. انت تقدر تعمل كده؟ ما تقدرش. وعشان وقت الحلقة هكتفي يا ابو خالو بال5 امثلة دول. وعلى فكرة انا منزلتش بالتقيل، بالحاجات اللي المشهور عنها الذكاء زي مثلا الغراب. كلنا شفنا المشهد اللي الغراب كان معاه جوزة وعاوز يكسرها، راح رميها قدام العربيات واستنى لغاية ما عربية كسرتها له. ينزل ياكلها على طول؟ لا، استنى لغاية ما الاشارة ادت احمر، وبالتالي ينزل هو بعد كده ياكلها في امان تام. safety come first. وانا هنا ما اتكلمتش عن الشمبانزي والحيوانات التانية اللي المشهور عنها الذكاء. عشان كده ما ينفعش نحكم على ذكاء الحيوانات باختبارات ذكائنا احنا.
احنا احتياجاتنا ومواقفنا غير احتياجاتهم ومواقفهم. انت استحالة يا ابو خالو تفتكر 1000 مكان حطيت فيه حاجة او تتحرك بأريحية في ظلام تام، في حين ان الحيوانات تقدر. الحيوانات يا ابو خالو ليها ادراك وعواطف معقدة كمان، وفي احتياجاتها ومواقفها بتفكر بذكاء شديد جدا. عشان كده بنشوفها تهرب قبل الذبح او تبكي زي كده. وهنا نسأل نفسنا لما بنشوف المشاهد، الناس اللي بتستلذ وبتستمتع بتعذيب الحيوانات قبل الذبح، يقولك عرقبوا العجل، ضربوه بالسكينة في رجله، هل الناس دي ذكية كفاية ان تعرف ان الحيوانات فعلا ذكية؟ وفي ظل يا ابو خالو الذكاء الاصطناعي وذكاء الحيوانات، للأسف بنشوف مشاهد لغباء البني ادمين. يبقى لازم نفهم ان هم امثالكم. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد بيسن السكينة قدام الحيوان والحيوان بيبص عليه، قال له انت هتموته مرتين. عشان كده رجاء نعمل شير للفيديو ده لعل الناس تتعظ، ونبطل نشوف الفيديوهات اللي بنشوفها كل عيد. كل عام وانتم بخير. ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي. وفقرة الشعر من العصر العباسي لقائلها بيشكر صاحبه، بيقول أنا مهما عمري طول حفضل أشكر صاحبي لأنه عمره ما من عليا وعمره ما اشتكى. أكتر بيت عجبني البيت الأخير، بيقول إيه؟ رأى خلتي، يعني رأى فقري من حيث يخفى مكانها. أنا كنت بخفي فقري عنه عشان ما يشوفوش، لكن هو شافه لأنه هو صاحبي. وشاف فقري إزاي؟ بيكمل الشطر الثاني من البيت بيقول لك إيه؟ فكانت قزى عينيه حتى تجلتي. القزى اللي هو الغمص. تخيلوا كده لما الغمص يجي في أطهر مكان في الجسم عندك بتعمل إيه؟ بتحاول تتخلص منه بسرعة. فساعدني إن أنا أتخلص من الفقر. تعال نسمع بيقول إيه. سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قزى عينيه حتى تجلتي. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. حتى تجلتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. Alma Tube is good. Alma Tube is good.